رسميا رسميا رونالدو بطل اوروبا. رسميا رونالدو بطل اوروبا الاوروبي للمره الثانيه تاريخه. مثل الختام. خلاص اخيرا والله بيستاهل. سكر ملف المنتخب الاسباني باكمله بعمر 40 رونالدو بطل الامم الاوروبيه. لامين يامال وينه؟ وين لامين يامال وينه؟ ما بين ولا بين. كان بجيبة بندس يا باشا، بجيبة بندس. بالنهاية رونالدو بعمر 40 بطل اوروبا. اما انت يا لامين يامال كلمة واحدة من الكل. صوبوا لبرا. انت امام رونالدو يا ولد، انت امام رونالدو يا ولد. رونالدو ما زال يبكي. شوف الدموع. 40 سنة ثالث لقب دولي. يا رونالدو يا رونالدو يا رونالدو. ابكي يا رونالدو، ابكي وعانقهم. تاريخ يكتب. ثالث اليورو، أوروبية ثانية، 3 ألقاب دولية. رونالدو حجج اللقب الدولي. رونالدو كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو. الله عليك يا الدون، بعمر 41 سنة عم لعيبة العالم ولسه بتعطي يا كبير. ثالث بطولة أوروبية للأسطورة كريستيانو رونالدو. حرفيا يا إخوان جيبوا لي لاعب بهذا العمر بيعمل هيك، جيبوا لي لاعب في العالم أو في التاريخ بيعمل هيك. معلم بيسجل هدف التعادل بطريقة خرافية وبقول لك أنا نمبر 1، أنا نمبر 1 وفيش غيري. هو حرفيا ما في غيرك. بقود البرتغال لثالث بطولة أوروبية. البرتغال ما قبل كريستيانو رونالدو كان منتخب عادي، سلامة خيرك. مع كريستيانو رونالدو صار ينافس على كل إشي يا كبير. هو مين غيره؟ الدون عم لعيبة العالم. ألف مبروك لجماهير الدون حبيب القلب. بس سلام. تبي تعرف ليش رئيس البرتغال سمى مطار المدينة اللي انولد فيها رونالدو باسم كريستيانو رونالدو؟ لأن البرتغال قبل رونالدو بتاريخها كلها ما وصلت ولا نهائي وما فازت بولا بطولة واحدة. والبرتغال اليوم مع رونالدو وصلوا 4 نهائيات وفازوا ب3 بطولات، وأول 3 بطولات بتاريخهم، أول 3 بطولات بحياتهم. واللي يساهم فيهم هو هذا اللي موجود بالصورة بعمره 40 سنة، يرجع منتخبه بالنهاية بعمره 40 سنة. حاليا هو أفضل لاعب بالبطولة وهداف البطولة. اللاعب هذا معجزة، اللاعب هذا أيقونة. حتى هو قاعد يواجه أفضل لاعب بالجيل الجاي، دعسه واخذ من النهاية وقدام عينه. أعطيك أسرع وأقصر قصة حزينة ممكن تسمعها بحياتك كلها. رونالدو لعب 270 مباراة تقريبا وسجل 70 هدف قبل لا ينولد لامين يامال. حلو. ودارت الأيام والدنيا ورونالدو صار عمره 40 سنة، ولامين يامال صار موهبة شابة وأفضل لاعب في العالم على كلام البعض. وتواجهوا لأول مرة بمسيرة رونالدو وأول مرة بمسيرة لامين يامال. شنو صار زين؟ رونالدو دعس على لامين يامال بالمختصر يعني، واخذ من البطولة وحسم البطولة على ظهر لامين يامال بالمختصر. يا جماعة مو طبيعي، عمره 40 سنة وفي نهائي يعتبر من النهائيات المهمة في أوروبا وفي مباراة مهمة يطلع الدقيقة 87 وهو اللي مسجل هدف التعادل بالنسبة للبرتغال. يا جماعة إذا تحاول تقلل منه هو دائما وأبدا عنده الرد. إذا تحاول تقول إنه هو عود في السن عمره 40 سنة تحس إنه عمره 20. يا جماعة الخير والله العظيم إن كريستيانو رونالدو حالة في كرة القدم. كريستيانو رونالدو حالة خاصة في كرة القدم. كريستيانو رونالدو كل ما تحاول تقلل منه مرة ومرتين وثلاث يطلع لك ببطولة وبطولتين وثلاث. قالوا قاعد يلعب في السعودية، قالوا اللاعب المنتهي، قالوا عمره 40 سنة، قالوا ما في ولا أي نادي سعودي يحتاج كريستيانو رونالدو. وين؟ لا، لأن البرتغال تحتاج كريستيانو رونالدو يا جماعة الخير. 87 دقيقة في أرضية الميدان ومسجل الهدف الثاني وهو السبب الرئيسي في تتويج البرتغال اليوم. رسميا البرتغال ابطال دوري الامم الاوروبيه للمره الثانيه في تاريخهم. نعم، بعد الفوز على اسبانيا في ركلات الترجيح. الاسطوره كريستيانو اليوم هو من سجل هدف التعادل، وهذا اول هدف يسجل رونالدو في النهائيات مع المنتخب. لامين يامال اليوم لم يقدم المطلوب، وبكل صراحه نونو مندز اليوم قدم مباراه للتاريخ واوقف خطوره يامال. نونو مندز اليوم سجل هدف البرتغال الاول وتسبب بالهدف الثاني، وهذه ثالث بطوله في تاريخ منتخب البرتغال وايضا في تاريخ كريستيانو رونالدو دوليا. 2 دوري اوروبيه وبطوله اليورو. وهذا كان رونالدو بعد نهايه المباراه يبكي من الفرحه. الف مبروك لعشاق رونالدو والبرتغال، وهارد لك لعشاق اسبانيا عشان يوصلك كل حصري موثوق اول باول. تابع الحساب، واذا عجبك التيشيرت حصلت متجر فاموس.
إذا مبروك للأسطورة كريستيانو رونالدو تتويج ببطولة دوري الأمم الأوروبية. يعني صراحة لما تشوف ردة فعل رونالدو بعد أن سجل جواو نيفيز آخر ركلة جزاء، الركلة التي كانت حاسمة، وردة فعله بكاء الهستيري وفرحته الكبيرة، تدرك على أن رونالدو يعني كان يعيش ضغوطات كبيرة، كان يعيش يعني أرق بسبب يعني غيابه عن البطولات الكبيرة. أعتقد منذ عام 2019 باستثناء السيري A في الدوري الإيطالي رونالدو لم يتوج ببطولات كبيرة جدا. يعني منذ آخر دوري الأبطال له في 2018، آخر دوري أو دوري كأس الرابطة الأوروبية ناشنز ليج، مثل هذه البطولة كان توج بها في 2019 بعد الفوز على هولندا بهدف نظيف في النهائي. الآن رونالدو يتوج مجددا يعني في عمر 40 سنة أن تكون أنت هداف البطولة، مسجل 8 أهداف، وأعتقد مساهم بأسيست أيضا. يعني صراحة مشوار للتاريخ. اللاعب في عمر 40 سنة هو من جعل المنتخب البرتغالي يعود مجددا بهدف التعادل. يعني رونالدو ليس الذي يعني ليس مرغما على تقديم أي شيء آخر. اللاعب قد قام يعني بكل ما تتصوره في عالم كرة القدم. يعني هو الهداف التاريخي لدوري الأبطال أوروبا، الهداف التاريخي لكرة القدم، قريب من الوصول لألف هدف، الهداف التاريخي لريال مدريد، أحد الهدافين التاريخيين للا ليغا. وأعتقد أنه لو لعب نفس عدد السنوات التي لعبها ميسي لتجاوز ميسي، ليس لأن ميسي لاعب عادي، بالعكس ميسي أسطورة وبإمكاني أن أصنفه يعني هو طبعا أفضل لاعب في التاريخ بجانب رونالدو. يعني ولكن الأمانة يعني رونالدو مثلا لعب نفس عدد السنوات التي لعبها ميسي، أعتقد كان بإمكانه أن يتجاوزه على مستوى عدد الأهداف. لماذا؟ لأنه صراحة معدل رونالدو التهديفي في الليغا أكبر من معدل ميسي. وأهداف التي سجلها في الليغا على ما أعتقد أكثر من المباريات التي لعبها. على أي الهداف التاريخي للليغا، الهداف التاريخي للمنتخبات، الهداف التاريخي لمنتخب بلاده، الهداف التاريخي لليورو. يعني صراحة ليس يعني مرغم على تقديم أي شيء آخر. هو يعني سواء حقق هذه البطولة أو لم يحققها يظل أسطورة وأحد الأفضل لاعبين في التاريخ إن لم يكن الأفضل. ولكن للأمانة صراحة أنت ظلت يعني بنفس هذا الشغف وبنفس هذه الاستمرارية لمدة أكثر من 20 سنة. يعني أول نهائي لعبه رونالدو في 2004 في يورو 2004 كان لامين يامال لم يولد بعد، كان لامين يامال فكرة فقط. يعني أول نهائي لعبه رونالدو لامين يامال لم يولد. يعني بعد 3 سنوات ولد لامين يامال بعد هذا النهائي الذي كان لعبه في 2004. هذا يبين لك استمرارية رونالدو وحجم يعني وقيمة ما يقدمه رونالدو على أرضية الميدان. مبروك رونالدو. يعني المنتخب البرتغالي قدم مباراة كبيرة وكان ند لمنتخب إسبانيا. صراحة لم أتوقع كل هذا، ولم أتوقع هذه الجرينتا من جانب لاعب المنتخب البرتغالي، ولم أتوقع هذا الأداء التاريخي من رجل المباراة نونو مينديز. اللاعب يعني قدم أداء ممتاز، لا هجوميا لا دفاعيا. يعني وضع لامين يامال في جيبه حرفيا، مع كل احترام للموهبة لامين يامال، لكنه يعني تنمر على لامين يامال في هذه المباراة. لامين يامال قدم أحد أسوأ مبارياته هذا الموسم. طبعا لا ننكر موهبة لامين يامال وأنه لاعب ومشروع كرة ذهبية، في حال لم يفز بهذا الموسم بإمكانه أن يفوز بالموسم القادم حتما. لو استمر بهذا المستوى سيفوز بالكرة الذهبية. لكن للأمانة نونو مينديز في هذه المباراة يعني وضع لامين يامال في جيبه الحد من خطورته بشكل كبير. لم نشاهد لامين يامال الذي نعرفه. ممكن أن عامل اللياقة البدنية أثر عليه، خاصة أن اللاعب لم يكتمل نموه بعد. اللاعب يعني في عمر 18 سنة لم يكمل 18 سنة حتى. يعني أعتقد أن العامل البدني أيضا يعني يلعب دور، ولعب جميع مبارياته تقريبا مع برشلونة هذا الموسم. مبروك المنتخب البرتغالي. مبروك يعني شكرا لرونالدو، شكرا لدييغو كوستا حارس المنتخب، شكرا لنونو مينديش. طبعا هذا أكثر لاعب لازم على البرتغاليين شكره، هو عشاق رونالدو شكره. شكرا لكل من في الميدان باستثناء نيتو، صراحة قدم مباراة كارثية. شكرا أيضا للياو الذي يعني كان خطير جدا. وبالنسبة لي يعني
كان لازم عليه أنه يدخل في بداية الشوط الثاني. على أي يعني شكرا لكل لاعبي المنتخب البرتغالي باستثناء كما قلت نيتو وبرناردو سيلفا. يعني الأمانة لا نعلم ما هو سبب إشراك برناردو سيلفا في كل مباراة رغم أداؤه الغير جيد على الإطلاق. صحيح أنه في هذه المباراة كان أداؤه مقبول نسبيا، لكن الأمانة يعني أعتقد أن جواو نيفيز في حل لاعب في مركز، وجواو نيفيز الذي يلعب في ظهير لو لعب في مركز يعني برناردو سيلفا بإمكانه أن يقدم أداء أفضل بكثير. على أي نلتقي إن شاء الله في فيديوهات قادمة لنحلل هذه المباراة أكثر، لنحلل التصريحات التي ستأتي بعد هذه المباراة. إلى اللقاء، ونلتقي في فيديو قادم بإذن الله، وعيد مبارك سعيد.